تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. حكم الله تبكي كربانا. أول أمر تكليفي في الترتيب القرآني هي هذه الآية. إذن لا بد للإنسان أن يصغي لها أو يصغي إليها بقلبه. هو أول أمر تكليفي بعد ماذا يا أخواننا؟ بعدما علمنا الله الدعاء ثم قسم البشرية ثم قال العبادة هو السبيل الهداية وهو المحك الذي يفصل الله بين المؤمنين والكافرين والمنافقين. حكم الله تبكي كربانا. هو دين رب العالمين، ما هوش قانون بشر وضعوه ثم في مرحلة معينة يغيرونه على حسب الأحوال وعلى حسب المصالح وعلى حسب الظروف. ديننا لا يغير ولا يبدل. أقصانا ينادي في الدنا عودة لوانا. حكم الله أقصانا ينادي في الدنا عودة لوانا. ماذا فعل بنا حكامنا؟ دنسوا بنا الأرض، أهانونا أمام الأقوام والأمم، أذلونا. إني الأسير سالت دمائي، أين النصير أسري ردائي. بكل صراحة كل هذه المشاكل كلها مشاكل ثانوية تفرعت من مشكل أصلي، هو أن هذه القوانين الوضعية تحكم فينا. ما تستطيع أن تعالج الحمى وأنت الأصل مريض بالضرس. واحد مريض بالضرس كما يقول الأطباء ذات أفكسيون، صارت له الحمى، لما يذهب إلى الطبيب يعالج ماذا؟ يعالج الحمى الذي هي فرع ولا يعالج الضرس الذي هي الأصل. يا أمتي لبي ندائي، يا أمتي لبي ندائي، يا أمتي لبي ندائي. فلماذا نأبى ولا تخوف من ديننا؟ يقول ترجعون القرون الوسطى. ليش احنا في القرون المتقدمة حتى تخافون من القرون الوسطى؟ ثم نحن في القرون الوسطى كنا نحن سالت أمة. اقرأوا التاريخ يخوفونكم بالقرون الوسطى. القرون الوسطى كانت ظلام على الأوروبيين، احنا كنا في نور. أقصانا ينادي في الدنا عودة لوانا. يا اخوان كرامتنا عزتنا في تحكيم شريعة ربنا، في تحكيم شريعة ربنا. وإن من الشرك تحكيم غير شريعة الإسلام. دفق الجراح قد سال منا أقصى. كلمة صوتية لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه، ألقاها الشيخ في جلسة وفاة في حي من أحياء مدينة عنابة في شهر ربيع الثاني 1431 الموافق لشهر مارس 2010 بعنوان اعبدوا ربكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من الأمور التي لا يسع
المسلم أن يجهلها، خاصة في مثل ظروف أمتنا، لأن الأمور الشرعية تنقسم إلى قسمين: قسم لا يسع للمسلم الموحد أن يجهله، كل من يقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا ينبغي له أن يجهل بعض المسائل، وهي ما يسمى أو ما تسمى عند العلماء ما يسمى بالفروض العينية، بمعنى فرض عين عليك أن تعرف مسائل معينة، وثمة مسائل أخرى إذا علمها عدد كافي من الأمة يسقط عن الباقين، وهذا ما يطلق عليه من الفروض الكفائية، أي ما يبلغ به أي إذا بلغ من الأمة الكفاية سقط عن الباقين. لكن في مسائل يا أحبابنا الكرام أنه يجب على كل واحد منا أن يعرفها، يجب على كل واحد منا أن يعرفها، وقد لا يعذر المسلم إذا جهلها بجهله إذا توفرت دواعي العلم، إذا توفرت دواعي العلم فلا يجوز للإنسان أن يجهل مسائل الضرورية من دين الإسلام. كنت قد تكلمت مع بعضكم يوم الجنازة عن آية الكثير منا يقرأها، الكثير منا يقرأها إذ هي في الآيات الأولى من سورة البقرة، لكن الكثير منا كذلك يجهل معناها وتدبرها، مع أنها يا أخواننا الكرام على أنه هو أول أمر تكليفي. افعل، أول أمر تكليفي في الترتيب القرآني هي هذه الآية. إذن لا بد للإنسان أن يصغي لها أو يصغي إليها بقلبه، لأن الله سبحانه وتعالى لما جعلها هي الآية الأولى من حيث الترتيب المصحفي أنه تكليف رباني، إذن مسألة عظيمة، مسألة عظيمة، مسألة ذو شان. في سورة الفاتحة التي نحفظها جميعا الكبير والصغير الرجل والمرأة، علمنا الله سبحانه وتعالى فيها الدعاء بعدما علمنا كيف نثني على الله رب العالمين. فسورة الفاتحة تنقسم إلى قسمين: قسم فيه ثناء وقسم فيه دعاء. القسم الذي فيه الثناء: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآيات تثني على الله رب العالمين. ثم القسم الثاني من الآيات دعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بعدما علمنا الله الثناء علمنا كيف ندعو، وأول دعاء في القرآن هو هذا. ما هو؟ أنك تسأل الله رب العالمين الهداية، أن يهدينا الله رب العالمين إلى صراطه المستقيم، وأن لا يجعلنا من المغضوب عليهم وهم اليهود ومن شايعهم ومن شابههم ومن ماثلهم، ولا الضالين من النصارى ومن شايعهم ومن شابههم ومن ماثلهم. فهذا الدعاء لا بد من الإنسان لما يدعو ربه أنه يعمل على وفق ما يدعو، لا أن يدعو بشيء ثم يأتي بضد ما يدعو. هذا مخالف للمنطق ومخالف للعقل. إذا دعا الإنسان ربه في مسائل لا بد له أن يسعى حتى الله سبحانه وتعالى يستجيب له هذا الدعاء، وإلا كان دعاء عبثا. إذا تمنى الإنسان وإذا دعا الإنسان ربه فليهديه، يعني لا بد الإنسان أن يسلك سبل الهداية. وهنا جاءت سورة البقرة. سورة البقرة الآيات الأول فيه ذكر وبيان لعظمة القرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. يا أخواننا كل كتاب يضعه البشر ماذا يقول المقدم؟ يقول إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي، إلا كتاب الله
يقول لا ريب فيه كتاب من الله رب العالمين فيه الهداية للبشرية جمعاء. ثم في هذه السورة المباركة قسم الله رب العالمين البشرية كلها إلى أقسام ثلاثة. البشرية كلها تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الثاني قسم الكافرين، والقسم الثالث قسم المنافقين. هذا كله في آيات الأول من سورة البقرة. القسم الأول من البشر هم أهل الإيمان الذين عملوا وفق القرآن، والقسم الثاني من البشر هم الكفار الذين أعرضوا عن ذكر الرحمن، والقسم الثالث هم المنافقون. وفي هذه الآيات الله سبحانه وتعالى ذكر أوصاف المنافقين في سورة البقرة في بدايتها أكثر من أوصاف المؤمنين ومن أوصاف المنافقين، ثم بعد من أوصاف المؤمنين ومن أوصاف الكافرين، ثم بعدها مباشرة بعدما قسم الله البشرية إلى أقسام ثلاثة مباشرة قال يا أيها الناس. إذن هو خطاب لهذه الأقسام الثلاثة سواء كانوا كفارا سواء كانوا مؤمنين سواء كانوا منافقين. قال لهم وهو الأول الأمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هو أول أمر تكليفي. بعد ماذا يا أخواننا؟ بعدما علمنا الله الدعاء ثم قسم البشرية ثم قال العبادة هو السبيل الهداية وهو المحك الذي يفصل الله بين المؤمنين والكافرين والمنافقين. عبادة الله رب العالمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني المسألة ليست سبهللا أو عشوائية أو مجرد كلمات، ثمة ضوابط. إذا دعا الإنسان ربه اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم لا تجعلنا من المغضوب عليهم ولا الضالين، اللهم اجعلنا من المؤمنين ولا تجعلنا من الكافرين والمنافقين، جعل المحك لهذه المسألة هو عبادته سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. المسألة ليس بالكلام، المسألة بالأفعال، المسألة بالالتزام بشريعة الرحمن. مدى التزام الإنسان بدينه، ومدى التزام الإنسان بشريعة ربه، ومدى بعد الإنسان عن دينه، ومدى بعد الإنسان عن شريعة ربه. هذا هو المفصل وهذا هو المحك في الهداية وفي المفارقة بين أصناف البشرية. الهداية هو أمر رباني، واقسام البشر ليس هو من كيسنا وليس هو من عقولنا. الذي قسم البشر خالق البشر، حتى لا نصنف من أننا نريد أن نميز البشر ولا نميز الناس. الذي ميز الناس والذي صنف الناس هو رب الناس، صنفهم من أقسام. إذا أراد الإنسان أن يعرف أين موقعه من الإعراب، أين تقع أنت في هذه الخريطة، خريطة المؤمنين مع الكافرين مع المنافقين، انظر لنفسك مدى التزامك بالعبودية، مدى التزامك وائتمانك بقول رب البرية يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم فيه لطيفة في هذه الآية العظيمة، خطاب للبشر، ما هو خطاب لصنف من البشر، خطاب للبشر على أن الرسالة التي جاء بها محمد بن عبد الله الهاشمي المطلبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى هي رسالة عالمية، هي رسالة عالمية. هذه عقيدة يا إخوان، هذا ما يجوز لك أن تجهلها، لا يجوز لك أن تجهل أن دينك هذا الذي لابد أن تفتخر به هو دين العالمين. كل البشر لابد أن يدينوا لله بدين الإسلام، كل البشر لابد أن يؤمنوا برسول الأنام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء لابد أن تفتخر به. الأقوام الشرقية والغربية يتنافسون فيما بينهم أي لغة تكون عالمية، هم يتنافسون في مسألة اللغة،
أي لغة لا بد أن تكون عالمية، ويفتخرون من أجل ذلك، ويقننون القوانين من أجل أن يجعلوا لغتهم هي العالمية. هكذا يزعمون وهكذا يظنون. زعموا ذلك وظنوا ذلك على غفلة من أمتنا، على غفلة من أمتنا، لأن اللغة العالمية في الدنيا والآخرة هي اللغة العربية. اللغة العالمية في الدنيا والآخرة أهل الجنة بأي لغة يتكلمون؟ باللغة العربية، فهي لغة عالمية في الدنيا وفي الآخرة، لكن نحن في غفلة من حالنا، وسنذكر لماذا نحن في غفلة من حالنا. إذن ديننا ليس مجرد لغة، بل ديننا دين عالمي، دين يصلح للعرب كما هو صالح للعجم، يصلح للأبيض كما هو يصلح للأسود، يصلح للشرقي كما يصلح للغربي، كما يصلح للشمالي كما يصلح للجنوبي. هو دين رب العالمين، ما هوش قانون بشر وضعوه ثم في مرحلة معينة يغيرونه على حسب الأحوال وعلى حسب المصالح وعلى حسب الظروف. ديننا لا يغير ولا يبدل، صالح لكل زمان ولكل مكان، لم يضعه بشر، لم تضعه مجموعة من بشر، بل هو دين رب العالمين، هو القرآن الكريم وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إذ هو تنزيل من رب العالمين. يا أيها الناس إشارة على أن هذا الخطاب القرآني الرباني هو لجميع البشر، فديننا لا بد أن يحكم البشر، هكذا قدر الله رب العالمين، هكذا قدر الله رب العالمين. ثم قال ربي اعبدوا ربكم، ما قال اعبدوا إلهكم، ما قال اعبدوا الله، اعبدوا ربكم، حتى يذكرنا الله رب العالمين هو رب العالمين، هو الذي ربانا بالنعم، هو السيد سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعض التفاصيل بماذا ربانا رب العالمين: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذن هذه بعض نعم الله ذكرها الله للبشر حتى يوقنوا بأن الذي يخاطبهم والذي أمرهم بالعبودية هو الذي أنعم عليهم بكثير من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذا الذي تقرون جميعا بفطرتكم على أنه هو الله، هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر. هذه النفس التي بين جنبينا وأيقنت بأن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأن الله هو الذي يدبر الأمور، هذا الخالق الرازق المدبر بالفطرة نعرفه. هذه الفطرة أو ما تستحي من الله رب العالمين أن تعبده. لماذا هذه البشرية تأبى وتصر معصية ربي سبحانه وتعالى وهي تقر بأنه هو الذي خلق؟ إذا ترتعش الجبال والأرض بالزلزال كل الناس يذكرون الله قادر على كل شيء، الله قادر على كل شيء، الله قادر على كل شيء بكن كلمة ينطق بها ربي سبحانه وتعالى. فالله قادر على كل شيء. أنفاسنا يا عباد الله هي بيد الرحمن، هل تملك من نفسك شيئا؟ إذا أنت جعلت جنبك على مضجعك فين تذهب روحك؟ فين تذهب روحك لما تنام؟ الله قادر على كل شيء، يقبض أرواحنا في اليوم مرات إذا نمنا. فلماذا هذه النفس تأبى إلا المعصية، تأبى إلا الإباء والكبر، وأنها لا تذعن لربها
ولا تذعن لشريعة ربها ولا تذعن لهدي نبيها صلى الله عليه وسلم. هذه النفس تتكبرس على ربها بماذا؟ ماذا تملك هذه النفس حتى تتكبر على الله؟ ماذا عند الإنسان حتى يستعلي على الله؟ ماذا يملك هذا البشر حتى يتعالى على الله؟ الإنسان لا شيء، الإنسان لا شيء وهو يتكبر. سبحان الله. اعبدوا ربكم. والعبودية يا أخوان لا تقتصر في ديننا ما يسمى المهم بينكم بين الله رب العالمين. لا، في ديننا ما في هذا. العبودية في ديننا في الإسلام لا تقتصر بعمل فرض بينك وبين ربك أبدا. ديننا جاء ليربط الإنسان مع ربه، نعم، وجاء ديننا ليربط الإنسان مع مجتمعه. ومن هذا المجتمع أهلك، جيرانك، حيك، مؤسستك، دولتك، أرضك، ثرواتك، أن تكون لك غيرة على عرضك وعلى أرضك. يا أخوان ليس من التطرف أن أقول البشر كل البشر أيا كان دينهم، أيا كان عرقهم، أيا كانت اتجاهاتهم، أيا كانت ايديولوجياتهم، لهم مطالب في الحياة، فإذا أرادوا شيئا يطالبونها، سواء الابن مع والديه أو المجتمع مع الدولة، نطالب كذا، إضرابات ومسيرات وغير ذلك. فنحن من حقنا كأمة مسلمة أن يكون من مطالبنا تحكيم شريعة ربنا. هل هذا تطرف؟ هذا ما هو تطرف، هذا دين. هذا من ديننا أن يكون من مطالبنا هو أن يحكم فينا بديننا، لا سيما ونحن نقول نحن كلنا مسلمون، ولما كنا نحن مسلمون كنا مسلمين. إذا كنا مسلمين فلماذا نرضى الدنية في ديننا؟ لماذا نرضى بقانون شرقي وقانون غربي يحكم فينا، فتنهب ثروات على مرأى من أعيننا، تنهب كرامات على مرأى من أعيننا، يداس على عزتنا على مرأى من أعيننا، والمهم يأتيك الإنسان يقول لك والله المهم ما شاء الله بيني وبين نفسي. ستحاسب يا عبد الله، ستحاسب على أن الشريعة معطلة، وستحاسب على أن القوانين الوضعية الجائرة تتحكم فينا، وستحاسب على كل يتيم يبكي في مشارق الأرض ومغاربها من أبناء المسلمين، ستحاسب على كل امرأة عفيفة كريمة تستغيث الرجال في العراق وأفغانستان وباكستان وغيرها، ستحاسب على كل رجل بطل بين قتيل وأسير، ستحاسب، لأن نحن أمة واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا فقال المسلم كالمسلم كالبنيان المرصوص، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا مو كلام زيد وعمر وعبيد، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام النبي الذي قال فيه ربي سبحانه وتعالى ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم نسمع الاستغاثات، بل سبحان رب العظيم وبحمده يا عباد الله، ثم نسمع ونرى كرامة نبينا صلى الله عليه وسلم تدنس. هذا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يساء إليه في مشارق الأرض ومغاربها. والدول التي تسيء لرسولنا بعض شبابنا يشجع فرقهم، بعض شبابنا يغضب من أجلهم. عجيب أمركم أنتم يا أخوان. صارت لبعض إخواننا الحمية
الحمية مع دولة عربية من أجل كرة قدم. فين كانت هذه الحمية من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين هذه الحمية مع دول تقتل أبناءنا وتقتل رجالنا وتيتم أطفالنا وتستحي نساءنا؟ فين هذه الحمية؟ ما هو الشيء الذي يحكمنا نحن؟ هل تحكمنا عواطف جاهلية أم يحكمنا دين رب البرية؟ ما هي الروابط بيننا كمسلمين؟ ما هو الشيء الذي يربطني معك؟ أنت الجزائري ولا أنت التونسي ولا الليبي ولا الباكستاني ولا الأفغاني ولا العراقي ولا الشيشاني؟ ما هو الشيء الذي يربطني معك؟ المفروض الشيء الذي يربطني معك هو الدين، هو الولاء لله والبراء لله، أن نتحاب في الله ونتباغض لله. الرابط الذي بيننا رابطة الإيمان أقوى، رابطة الإيمان أقوى من رابطة الوطنية ومن رابطة النسبية، أقوى. ماذا تقولون في أبو لهب يا أخواننا؟ أنتم كلكم ستقول أبو لهب تبت يد أبي لهب. ما هو الشيء الذي كان يربطه بين محمد بن عبد الله؟ كان يربطه أنه عمه وأنه عربي مثله ومن أهل الحجاز مثله وقرشي من قبيلته مثله، لكن هل كان يحبه؟ هل محمد بن عبد الله كان يحب أبا لهب؟ ما كان يحب أبا لهب، عمه عربي قرشي من أهل الجزيرة. لكن من كان يحب؟ كان يحب بلال. من أي بلاد هذا بلال؟ حبشي من حبشة من إثيوبيا. قرب رسول الله بلال الحبشي وأبعد أبا لهب العربي عمه. لماذا؟ لأن الرابطة التي لا بد أن تكون بيننا هي رابطة الإيمان، أقوى من رابطة النسب وأقوى من رابطة الوطن. ولاؤك لدينك أكثر من ولائك لنسبك ووطنك. لكن صارت عندنا الآن قوميات، وفي إطار القوميات صارت أقليات. هذا يشجع فريق فلاني، هذا شرقي وهذا غربي وهذا من عنابة وهذا من وهران وهذا من عاصمة. فرقتنا كرة، فرقتنا كرة. نساوي كرة، هذه الأمة تساوي كرة. عجيب أمرنا. والأدهى والأمر صار أبناءنا في عوض أن يعلموا التوحيد يعلموا العقيدة صرنا نعلمهم أنه يشجع فريق إسباني وفريق فرنسي وفريق هذا. يا أخوانا هل سمعتم كافر أجنبي يشجع فريقكم حتى تشجعون فرقهم بكل عقيدة وحماسة؟ حتى صرنا نشوف في الشوارع أعلام لفرق رياضية أجنبية كافرة، بيننا وبينهم بغضاء. لا، ما هذا عنواننا يا أخواننا. ومن أجل ذلك استباح الكفار بيضتنا، دنسوا أراضينا. من يبكي الآن على القدس؟ أين هي حميتنا على القدس؟ والقدس بين قاب قوسين أو أدنى أن يهدم. أين هي حميتنا؟ أين هي غيرتنا؟ هل الشعب اليهودي أفضل من شعبنا؟ هل شعوب الكفار الأوروبيين اللقطاء أفضل من شعوبنا؟ تعرف لماذا يا أخوان؟ لأن الغرب يسير على استراتيجية معينة. الغرب يسير على استراتيجية معينة. كثير منكم ربما زار فرنسا. هل رأيتم لافتة مكتوبة بالعربية في فرنسا؟ بل أقول لا أسحب كلمة عربية. هل رأيتم لافتة إنجليزية في فرنسا؟ لنا استراتيجية للأمة الفرنسية الذين يتربون العقيدة الفرنسية وعلى القومية الفرنسية. حكامهم يسيرون على استراتيجية معينة. ماذا فعل بنا حكامنا؟ ماذا فعل بنا حكامنا؟ دنسوا بنا الأرض، أهانونا أمام الأقوام والأمم،
يذلون. إذن مشكلتنا كأمة أن ديننا معطل، شريعتنا معطلة. هذه مشكلة الأمة. الأمة كأمة والله لا يأتيها العز إلا إذا عادت إلى دينها. قدر الله هكذا، قدر الله هكذا. ابن مسعود رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد منهم قال أن الله أعزنا بالإسلام، ومن يبتغي العزة في غير الإسلام أذله الله. عزة هذه الأمة ليس في أن تتبع الشرق والغرب. عزة هذه الأمة لما تحكم شريعة ربها، وهذا مطلب من حقنا نطلبه. كثير من إخواننا يعاني من مشاكل اقتصادية ومشاكل اجتماعية العويصة ضربت في الجذور، لكن أنا أقول لكم بكل صراحة كل هذه المشاكل كلها مشاكل ثانوية تفرعت من مشكل الأصلي، هو أن هذه القوانين الوضعية تحكم فينا. ما تستطيع أن تعالج الحمى وأنت الأصل مريض بالضرس. واحد مريض بالضرس كما يقول الأطباء ذات أفكسيون، صارت له الحمى، لما يذهب إلى الطبيب يعالج ماذا؟ يعالج الحمى الذي هي فرع، ولا يعالج الضرس الذي هي الأصل. كل المشاكل هي ثانوية. المشكلة الأصلي لمشاكل كبيرة في الأمة، وأعظم مشكلة في هذه الأمة مقدساتها تنتهك. عراق الرشيد، وما أدراك ما العراق، بغداد والكوفة والبصرة، وما أدراك ما فلسطين، القدس. كرامتنا تهان لأن الحكام أبوا إلا تحكيم قوانين لا صلة لها بالأمة. السنة الأمة هذه بالاشتراكية. ماذا تعرفون أنتم عن الاشتراكية؟ أو ماذا تعرفون أنتم عن الليبرالية الرأسمالية؟ هذه نابتة في الشرق وفي الغرب، ولم تصلح في الميدان في المختبر التي أنبتت فيها هذه النابتة. وإحنا أمة أكرمنا الله بهذا الدين، نحن أمة أكرمنا الله بشريعة صالحة. الضمان من يا أخوان؟ من الذي ضمن أن هذا الدين وهذه الشريعة وهذا القانون الرباني يصلح؟ ضمان من؟ الضمان من الله. ما هي ضمان لا من كلينتون ولا من بوتين ولا من أوباما ولا من ساركوزي ولا من غيرهم. ضمان من الله على أن هذا الدين يصلح. ضمانة هذه ليست ضمانة من البشر، ضمانة من رب البشر. فلماذا نأبى ونتخوف من ديننا؟ نقول ترجعون القرون الوسطى. ليش احنا في القرون المتقدمة حتى تخافون من القرون الوسطى؟ ثم نحن في القرون الوسطى كنا نحن سالة أمة. اقرأوا التاريخ يخوفونكم بالقرون الوسطى. القرون الوسطى كانت ظلام على الأوروبيين، احنا كنا في نور في القرون الوسطى. حتى التاريخ أرادوا أن يزيفوه. يا ريت لو نرجع القرون الوسطى، كنا العالم كله بأيدينا. القرون الوسطى كانت الأندلس، كانت بغداد. لكن راجعوا التاريخ، القرون الوسطى بالنسبة للأوروبيين فين كانوا في الأدغال، وكانوا في الصخور وفي الجبال، ما يعرفوا حضارة، وحبوا ينسقوا فينا نحن القرون الوسطى. احنا كنا في القرون الوسطى أسياد أمة، أسياد الأمم. يا ريت الأمة ترجع للقرون الوسطى، يا ريت ترجع للقرون الوسطى. يا أخوان، كرامتنا عزتنا في تحكيم شريعة ربنا، في تحكيم شريعة ربنا. وإن من الشرك تحكيم غير شريعة الإسلام. من الشرك تحكيم غير شريعة الإسلام.
تعلمنا على أن من يذهب إلى القبور يستغيث بهم يذبح عندهم هذا شرك. نعم هذا شرك، لكن الشيء اللي أرادت الجهات كثيرة أن تنسيكم فيه أن أيضا من الشرك من يشرع قانونا غير قانون الرب سبحانه وتعالى. هذا أيضا شرك، هذا أيضا شرك. ما أرادوا الجهات كثيرا أن تعرفوه حتى تبقى الأمة تذعن لقوانين هم يأتون بها من وراء البحار وتنسون قانون رب العالمين. إن من الشرك تشريع قانون غير قانون الله. التشريع حق من حق الله وحده، كما أن العبودية حق من حقوق ربنا عز وجل وحده. إذن هذه الأمور من الضروري أن تعرفونها، وهو فرض عين عليكم أن تعرفوه أن سعادة هذه الأمة بتحكيم دينها، وأن تحكيم الدين من العقيدة، وأن تعطيل الدين من الشرك، وأن تشريع قوانين ما أنزل الله بها من سلطان تعارض الشرع شرك. ثم أختم كلامي بالتنبيه على أن القوانين قسمين، قوانين وضعية قسمين. قانون وضعي يعارض الشرع هذا هو المرفوض في ديننا، لكن قانون وضعي لا يعارض الشرع بل يوافقه هذا مقبول في ديننا. قانون الوضعي وضعه بشر باجتهاداتهم انطلاقا من قواعد العامة لديننا بحيث لا يتعارض مع الدين، هذا مقبول ما في حرج. حتى ما يأتي إنسان يقول تعطموا كل شيء، لا، الحسن مقبول والقبيح مرفوض. القبيح ما هو عنوانه؟ كل قانون يتعارض مع الدين. كل قانون يتعارض مع الدين هذا من المفروض أنه مرفوض، من المفروض أن يكون مرفوض. لكن متى سيكون مرفوضا؟ لما تكون الأمة كأمة، أن تكون الشعوب يدا بيد تطالب بحقوقها ولا تخاف الله لومة لائم. هذا من حقوقنا، هذا حق من حقوقنا. في عوض أن نتفق على أمور هامشية نتفق على الأصل. إذا عالجنا الأصل كل الأمور الأخرى ستعالج بإذن الله رب العالمين، متعاونين متلاحمين متوكلين على رب العالمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ومعذرة على الإطالة، وهذا ليس من التطرف، والله أعلم. وفي الختام لا تنسوا الشيخ وإخوانكم في تسجيلات الغرباء من دعائكم الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.